شهدت إحدى المقاهي مساء يوم أمس الأحد بمركز جماعة بشفاعة بدائرة وادي أمليل التابعة لنفوذ إقليم تازة جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شخص جراء تلقيه طعنة على مستوى الصدر. وحسب مصدر من عين المكان أن الجاني لم يكن سوى صهر منفذ هذه الجريمة بسبب مشاكل بينهما، حيث وجه للضحية طعنات بواسطة سكين على مستوى الصدر سقط على إثرها مدرجا في دمائه، مما عجل بوفاته قبل وصوله مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة. وفي ظرف وجيز تمكنت عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل من إيقاف الجاني، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.